بتبدأ الحكاية في مدينة اسمها جيانج، والناس بتتكلم عن شخص اسمه لين يان، وإن روحه أشبه بالتابوت الأسود. وبالنسبة لهم ده بيكون شيء مضحك جدا، وبالأخص عيلة لين، وده علشان هو عنده روح ضعيفة. وبعدها بتاخدنا الأحداث على قصر عائلة وانج، وساعتها البنت اللي قدام ليليان بتقول أنا عاوزة أتطلق منك، بس في سؤال، أنت إزاي صحيت روح التابوت المكسورة؟ ليليان بيقول لها مش معنى جاي تفتح الموضوع دلوقتي ولا أنت حابة تذليني؟ بتقول له أيوه هو ده اللي أنا عاوزاه. لينيان يعني هيولع ومش قادر يكتم غضبه، وهي كمان بتغضب وساعتها بتظهر علامة بين حواجبها. بعدها بتهجم عليه، ولكن بيفعل لينيان درعه الذهبي، والناس اللي ماشية بتتفاجئ ان السيدة وانجا عندها روح التلج فعلا. وفي الوقت ده الشاب اللي جنبها بيحط ايده على كتفها علشان يهديها، وبيقول لها مفيش اي داعي انك تضيعي قوتك على شاب ملوش اي لازمة. بتقول له ايوه فعلا كلامك صح، وده علشان السنيور ليو هيدخلني اكاديمية شيان قريب، وانا مش عاوز اضيع قوتي مع شخص تافه. والشاب اللي مع وانجي بيقول لليان انا جيت هنا علشان ادخل وانجي الاكاديميه، ولو انت فعلا ذكي فلازم تطلقها وتمشي من هنا. ليليان بيقول له انا مش همشي من هنا، وعلشان تبقى عارف البنت اللي معاك ديت رخيصه جدا، ولكن بعد 3 سنوات انا هرجع الاكاديميه وهدور عليكي، وساعتها ابقى قابليني لو رحمتك. وبالنسبه لموضوع الجواز غوري انا اصلا طلقتك. وبعدها بيسيبها ويمشي. نروح بقى لقصر عائله لينيان، ولما بيوصل لليان بيقابل والده واخته الشاوير، وابوه لما بيشوفه بيحس بحاجه مش طبيعيه من ناحيته، وبيقول له مهما كانت الروح كل حاجه فلازم يكون لها سبب للوجود، وانت بس محتاج شويه وقت علشان تكتشف امكانياتها. وحتى برضو الناس اللي مش قادرين يصحوا ارواحهم الروحيه فهم برضو عندهم وجود قوي، ولكن ده بيعتمد على التدريب وبس. والمفتاح لحل ده كله هو القلب الثابت والايمان. واتمنى انك مش تتخلى عن نفسك لان روحك تابوت. وبعدها بيسيبه ويمشي، وبتقول لاخته ان والدنا مهتم بيك وقعد يسالنا عن اصاباتك. ليليان بيقول لها انا فاهم ومقدر، ودلوقتي روحي ريحي شويه، واذا كان على الروح الصغيره فانا مش هخليها تمنعني، وبلا شك هتدرب وهكون اقوى من كده. بتقول له خلاص، وبعدها بتمشي. وبيروح ليليان على غرفته وبيعمل كره كبيره من الطاقه، وبيقول في نفسه انا لازم ابقى قوي مهما حصل، بس اللي انا لازم اعمله مع الروح الضعيفه ديت. المهم بقى بيشوف غاز اسود طالع لفوق، وبيحط ايده عليه وبيقول يا ترى هو في شيء جوه ولا ايه. ولما بيحط ايده بتخرج بنت من جواها. ايه الواد يعني بيترعب وبيقول لها مين انتي؟ حرفيا البنت عليها كميه جمال لا تصدق. وليليان بيقول لها انت بتعملي ايه جوه روحي؟ ولكن هي اللي بتقول له ايه المكان ده؟ بيقول لها ليليان ديت سلاله دافانج. والبنت بتقول بان كده انفصلت عن مكاني الاصلي، بس مش مهم، المهم عندي هو اني استعد قوتي الروحيه. وبعدها بتقول لليليان اسمي هو جونج. بيقول لها ايوه اتشرفنا، بس انت مش جاوبتيني على سؤالي، انت بتعملي ايه جوه روحي؟ بتقول له انت خليت روحي في تابوت الحياه والموت، ولو رجعت فعلتها فانا هكون معاها. بيقول لها انت بتهزري، هي الروح ينفع تتولد من جديد ولا ايه؟ بتغضب منه وبتقول له هو انا ههزر ليه؟ ليليان بيقعد في مكانه وبيخاف على الاخر. وجونج بتقول له انا القوه الاقوى في قاره تيانو، وعلى ما اظن تم قتلي على يد الكبير الذو نجما، وعلشان السبب ده انا انقذت روحي في تابوت الحياه والموت. وبعدها بتقول لليان مش تخاف، وده علشان انت محارب 3 نجوم، ولو كنت عاوز اقتلك الا كنت زمانك ميت دلوقتي. وبتقول له انا عندي عرض ليك دلوقتي، ايه رايك نشتغل مع بعض؟ انا هساعدك علشان تبقى اقوى بسرعه، وانت هتساعدني في انتقامي. ها قلت ايه؟ بيقول لها انا روحي المستيقظه ضعيفه جدا، وده معناه ان موهبتي سيئه على الاخر، وفي الحاله ديت انا ازاي هساعدك؟ بتقول له روح ضعيفه؟ ده انت باين عليك غلبان. بتقول على تابوت الحياه والموت روح ضعيفه؟ ده انت باينك مش عارف بتقول ايه. وبتقول له بالرغم ان في انواع كتيره من الارواح الا انه في اختلافات قويه جدا، وفي الحاله دي توجد 10 ارواح عظيمه، وبالنسبه لتابوت الحياه والموت فده واحد من ال10 ارواح القويه. ليليان بيستغرب وبيقول يا ترى ايه هم ال10 ارواح دول؟ جونج بتقول له لو الشخص اللي عنده الروح دي قدر يستخدمها صح فهو هيكون عنده قوه زي السماء والارض، وفي الحاله دي تقدر تدمر سلاله حاكمه. وتابوت الحياه والموت اللي معاك ده هو اقوى الارواح، والاسطوره حوالين تابوت الحياه والموت تقدر تختمها فيه 6 كلمات جوه التابوت مدى الحياه. واخيرا بيستوعب ليليان ان ديت روح عظيمه، وبعدها بيروح لها وبيقول لها بصي يا ترى في نص العام ده هتاخدي وقت قد ايه علشان تحسني مستوايا؟ بتقول له تقريبا هوصلك لمحارب 9 نجوم. الواد بيسمع 9 نجوم من هنا وبيقول لها عظمه على الاخر، يعني تقريبا كل شهر هوصل نجمه. بيقول لها انا موافق، بس ايه اللي لازم اعمله؟ بتقول له بسيطه، اقعد في مكانك وخلي روحك هي اللي تساعدك. بيقول لها بجد والله هو ينفع اروح المعركه تساعدني في التدريب؟ بتقول له اه ينفع. وبعدها بتخش جوه التابوت. اما بقى بالنسبه له بينجح شويه في تحسين روحه،
وبتظهر في ساعتها العلامة اللي شفناها على حواجب البنت، وبيكون سعيد جدا وبيقول دلوقتي وانا معايا التابوت فانا ضامن في 6 شهور هكون محارب ب9 نجوم. ولكن جونج بتقول له انت بتحلم. بيقول لها لازم تقولي لي، بس انا حسيت ان سرعتي في امتصاص الماء والارض قوية جدا. بتقول له ده في الاحلام، هو انت مش شايف جسمك عامل ازاي؟ انت محتاج مكونات طبية فيها اسرع وقت، بس مش تخاف انا هساعدك في تحضير الدواء علشان تبقى اقوى. بيقول لها استني، هو انت كيميائية ولا ايه؟ بتقول له ايوه، ولا انت عندك رأي تاني؟ بيقول لها انت بتهزري، ده كده عظمة قوي، احنا في العالم بتاعنا نادر لما تلاقي كيميائي، وبالاضافة ان في واحد بس في مدينة جيانج. وبعدها بتقول له على المكونات والاعشاب الثلاثة ديت انت محتاجها في اسرع وقت ممكن. بيقول لها انت عارفة سعر الحاجات ديت دي اغلى من حياتي، الحاجات اللي انت عاوزاها ديت عاملة 5000 حجر روحي، وانا مصرفي مش معدي 10 احجار روحية في الشهر، فبالمنطق يعني ازاي هشتريها؟ وساعتها بتحس جونج بشخص داخل، وبتروح بسرعة على التابوت. وليليان بيقول لها انت رايحة فين؟ بتقول له مش تخاف، احنا نقدر نتواصل مع بعض ذهنيا. وبعدها بنعرف اللي كان على الباب اخت ليليان. وليليان بيقول لها في حاجة ولا ايه؟ بتقول له امسك الازازة ديت، والدنا هو اللي بعتها لك. الواد بيتفاجئ لان تقريبا اول مرة والده يديله حاجة غالية. بتضحك اخته وبتقول له انا قلت لك ان والدنا مهتم بيك. وساعتها بيدخل شخص غريب عليهم وبيقول لليليان انت مجرد شخص فاشل، انت مش تستحق دواء قيم زي ده. ومن نظرات اخته باين كده ان الشاب ده قوي جدا. وبالمناسبة هو اسمه لينتيان. والشاور بتدافع عن اخوها وبتقول له اياك تقلل من اخويا الكبير. ولينتيان بيسخر منه وبيقول له انت على طول محمي من البنات، انت جبان لدرجة لا توصف. ليليان بيقول له لو عاوز تقتلني فيلا بينا. بيقول له بقى انت عاوزني تحاربني بروحك الضعيفة؟ شكلك نسيت الروح بتاعتي، تعال خد لك بصة عليها. وهي لها من صدمة، حرفيا الروح بتاعته مرعبة جدا. ليليان بيقول له انت ازاي بتقارن روحك بالروح بتاعتي؟ وفي نفس اللحظة بيهجم عليه ليليان. الواد بيتثبت، بيحس بحاجة غلط. ليليان بيقول له ديت نهايتك، وبالفعل بيديله رجل بيطيره بره المبنى. وبيقول لاخته انا قلت لك اني اكون اقوى. المهم بعدها بياخد حبة الدواء اللي والده بعتها له. وفي الحالة ديت بيكون ليليان وصل لمحارب 5 نجوم. وساعتها بيخطط يروح لجبل الوحش الشيطاني، وده علشان يشوف هو هيعرف يمتص جوهر وحش بعد الاصطياد ولا لا. وبيقول لو عرفت اعمل كده فانا هبيع الجوهر ده علشان اشتري بالمكونات اللي انا محتاجها. وجونج بتقول له ان في جبل الوحش الشيطاني فرصتك في العثور على المكونات اللي انت محتاجها كبيرة جدا. وفي اليوم التاني ليليان بيروح على جبل الوحش الشيطاني، وبيكون واقف في مكانه ولكن فجأة بينطلق بسرعة البرق وبيقف قدام حيوان اسمه نمر السحابة النارية. وليليان بيقول لجونج النمر ده عنده قوة تعادل محارب 6 نجوم، وهي ترى انا هعرف احاربه ولا لا؟ بتقول له مش تحط في دماغك اني اساعدك، لا يابا لازم تعتمد على نفسك في كل حاجة. بيقول لها ربنا يستر. وساعتها النمر بيهجم عليه وليليان بيستخدم قوته، ولكن بيكون النمر اقوى من كده لدرجة انه بيعور ايد ليليان. وليليان بيخاف وبيقول دلوقتي لازم استخدم قوتي الروحية. وبالفعل بيعمل كده وبيمسك النمر بيخلص عليه. وبعدها بتظهر جونج وبتقول له انت مش عندك الخبرة الكافية في القتال، وحتى لو مش كان عندك فلازم تكون قادر على قتل نمر من ضربة واحدة. بيقول لها انا اسف جدا بس ديت المعركة الاولى ليا مع وحش، ولكن اوعدك ان في المستقبل هكون احسن من كده. بتقول له طيب ويلا بينا بقى نشوف اذا كان في جوهر وحش ولا لا. وهي لها من صدفة اول وحش بيقتله بيكون معاه جوهر روحي. وليليان بيقول لجونج لو كنت جوه التابوت فهل ينفع استخدم التابوت كسلاح ولا لا؟ بتقول له ينفع ومش هيكون فيه اي تأثير، وده هيكون افضل علشان مفيش حد هيقدر يكتشفني. بيقولها عظمة قوي. وبعد كام يوم بيخلص ليليان على باقي الوحوش، وللاسف هما مش معاهم اي جواهر روحية، ولكن من الناحية الإيجابية قوته بتزيد من كثرة القتالات. وفجأة بيحس ليليان بشخص قريب منه، وبالفعل بيكون في 3 أشخاص وبيدوروا على فاكهة اسمها فاكهة الكريستال، ولو حصلوا عليها هيبقوا أغنياء جدا. وفي الناحية التانية بيعرف ليليان إنهم عيلة تشاو، والمعلم بيقول للشابين اللي معاه لو عاوزين نحصل على الفاكهة ديت فلازم نحارب الأسود الأول، بس لما نحصل عليها ابقى اديني نصها. بيقول لها من عينيا احنا تحت ايديك وهننجح لو كنت معانا. وليليان بيسمع كل الكلام اللي اتقال وبيقول فاكهة الكريستال فاكهة من الدرجة التانية وتمنها 6 أو 7000 حجر روحي، يا ترى لو حصلت عليها هعمل بيها ايه؟ جونج بتقول له انت عاوز تسرقها ولا ايه؟ بيقول لها ديت مش تعتبر السرقة، والكنوز والاشياء المدفونة ملك للناس اللي يلاقوها الاول، الموضوع سهل مش محتاج يعني. بتقول له طيب بس لو عاوز تروح لمكان ابعد من كده في التدريب فلازم يكون عندك افكار بخصوص ده. وبعدها بتاخدنا الاحداث على مكان الشجرة الكريستالية، هو الظاهر كده انها محمية حماية تانية. والمعلم بيقول للشابين اللي معاه يلا بينا نروح نجيبها، وبالفعل بينزلوا طحن في الاسود. وليليان بيقول لو استمروا على الوضع ده فهيخلصوا عليهم قريب. ولسه مش كمل والاسدين بيتتلوا قدام عينيه، يا نهار ابيض بالسرعة دي كلها. لو كمان كل من الاسدين معاهم جوهر روحي
يعني حظ مفيش احسن من كده. والمعلم بيقول لهم يلا بينا على الشجره، وبيروح لعندها وبيكون سعيد جدا، وبيقول ياه ده احنا هنبقى اغنياء قوي. ولكن بيدخل ليليان وبيقول لهم مش تفرحوا قوي، انا برضه عاوزها. والشابين اللي مع المعلم بيسخروا منه لانهم عارفين انه روحه ضعيفه. ولكن ليليان بيقول لهم من غير كلام كتير انا هاخد الشجره ديت، ولو انتوا شطار امشوا بسرعه علشان مش تموتوا. والشاب اللي قدامه بيسخر منه وبيقول له انت محارب مستوى 3 نجوم، يعني من الاخر هتعمل ايه؟ وساعتها بيهجم عليهم هما الاثنين، ولكن بيتفادى الهجوم بكل سهوله. ليليان بيقول لهم ايه شويه عيال لحقتوا تتعبوا. المعلم بيتصدم وبيقول له بس ازاي انت ازاي اصبحت محارب 5 نجوم في ايام بسيطه؟ ليليان بيقول لهم مش عاوز كلام كتير، ولو عايزين تمشوا يلا بسرعه. ولكن المعلم بيهجم عليه وبيقول له انت عيل غبي. ليليان بيقول له انا منحتك فرصه ومع كل ده مش عارف تستغلها الصح. وساعتها بيهجم عليه لحد ما خلاه ينزف. المعلم بيغضب وبيقول ازاي ده حصل. وليليان بيخرج من الدخان زي الاسد. والمعلم بيقول له باني مش قدرتك كويس. وبعدها بيستدعى الروح بتاعته، ولكن ده مش هيفرق كتير، انت قدام صاحب اقوى روح في العالم. وفي لمح البصر بيهجم ليليان على حيوانه وبيخلص عليه. المعلم واقف في مكانه مش قادر يصدق اللي بيحصل. وليليان بيقول له انا اديتك فرصه ولكن انت اللي صممت، وفي المره الجايه مش عاوزك تفكر، اديك فهمت اللي فيها. وبعدها بيقول ليليان لجونجا انا منبهر من قدره افتراس التابوت على الوحوش. بتقول له افتراس الوحوش ده اساس التدريب، ولكن مش ينفع تفترس وحوش اعلى من 6 نجوم، ولو عملت كده فده هيضرك. بيقول لها ايوه عارف. وبعدها بيروح على مكان اسمه ال100 كنز، وحرفيا المكان ده واسع جدا. وليليان بيروح على مكتب المقايضة علشان يبدل الحاجات اللي معاه. وبعدها بيقول للشخص اللي قدامه خد بدل الحاجات اللي معايا. الراجل بيستغرب لانه شكله صغير، وبيقول في نفسه عيل زي ده اكيد مش هيكون معاه حاجه مفيده. ولكن الصدمه بيلاقي زهور كريستاليه ومكونات طبيه من الدرجه الثالثه. وبيقول له سؤال واحد انت ازاي حصلت على مكونات الدرجه الثالثه؟ ليليان بيقول له مفيش داعي للشرح، انت كده كده هتنسى. بيقول له ايوه صح يا ابني انا هنسى، لا مؤاخذه مش تاخد في بالك. بعدها بيقول له الحاجات دي ثمنها 13000 حجر روحي. ليليان بيقول له اصطبح يابا مش عاوز نصب من دلوقتي. بيقول له خلاص ثمنها 13500، ها قلت ايه؟ ليليان بيقول له هي 14000 ولو قلت عن كده مش هبدلها. بيقول له خلاص طيب اهدى انا موافق. بعدها بيقول له لازم تروح منصة البيع علشان تشتري حقيبة الفضاء، وده هيكون امان للحفاظ على حجارتك الروحية. وليليان بيشكره وبعدها بيمشي. وبيقول في نفسه ان الشنطة مهمة ولكن هي غالية جدا، ومع ذلك بيجيبها علشان يحط فيها مكونات الطبية. وساعتها بيروح على مكان بيع المكونات ديت، وبيقول للبنت اللي قدامه على المكونات اللي هو محتاجها. بتقول له لحظة واحدة خليك معايا. وبتقول في سرها المكونات اللي هو طالبها غالية جدا. يا ترى مين الشاب ده اللي جاي ياخد من المكونات في وقت واحد؟ المهم بتقول له اتفضل الحاجات دي ثمنها 10000 حجر روحي. ليليان بيقول النحس ده يعني يوم ما ابقى غني ارجع فقير، ولكن مش بيكون قدامه اي خيار وبيشتري المكونات. والبنت بتقول له زرنا كل يوم، ما هو طبيعي مين الشخص اللي هيشتري المكونات دي كلها؟ وبعدها بيقف شخص في طريق لينيان وبيقول له ايه الفايده من شراء المكونات دي كلها؟ هو انت لسه عندك امل في التخلص من روحك الضعيفه؟ بس انسى الموضوع، انت لازم تتجسد مره تانية علشان قوتك تزيد، وغير كده انت روحك ضعيفه يعني هتفضل ضعيف مدى حياتك. لينيان بيتعصب ولكن بيمسك نفسه، والناس بتقول مش هو ده صاحب روح التابوت ولا ايه؟ والشخص اللي معاهم بيقول لهم انا سمعت اللي عيله وانج لغت خطوبتهم. ولينيان بيكمل في طريقه ومش بيهتم باي حاجه، ولكن بيمسكوا وانج في وبيقول انا سمعت ان ابن عمك طرح عليك الطلاق، ولكن انت وعدته ب3 سنوات، انت مجرد واحد عديم الفايده، مش تهين نفسك والغي الجواز. ساعتها ليليان بيقلب على الوش التاني وبيقول له شيل ايدك القذره ديت علشان مش توحشك، ويبينها هتلعب يا صاحبي. وبس كده يا بطل، لحد هنا بينتهي الجزء الاول من حكايه لينيان. ولو عجبتك الحكايه ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك، ولو كملت لحد هنا فعش يا بطل. ويلا اشوفك الفيديو الجاي يا قمر، سلام.